بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على رسول الله، صلوا على الحبيب المصطفى. مرحبا بكم يا حراير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير كالعادة والعوايد. وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفتنا لليوم الصورة تعبر عن نفسها مع البرد، قال لك ضرب الصيف ولا برد الصيف. اليوم جبت لكم الزفيط الجزائري 100%، طبق تقليدي نحضروه شتاء وربيع وصيف، وخاصة في الصيف مع البرد. هنا جبت هذاك الطاجين تاع الطين، حطيت قرون فلفل حار. البنات انا خلطت، حطيت الحار حطيت 2 قرون فلفل حلو مع الطماطم، شويتهم مليح. البنات ننصحكم اللي ما عندهاش هذا الطاجين اشريوه، انا وتوخفت فيه راه تكسر لي حكمته بالسيلان. شويوه البنات، يشوي لكم واحد الشويه تهبل. انا بعد ما شويتهم نحطهم في شكار نخليهم يعرقوا مليح، وباش نقشرهم ونقطعهم. هنا من جهه في طنجرة حطيت 3 مغارف كبار زيت، مغرفة كبيرة لاباس بها طماطم صبرة، فلفل الأحمر الحلو والحار، رشة ربح، قرون فلفل الحار هذا اليابس، درت راس الحانوت ودرت فلفل الكحل ودرت الماء، درت كلش بارد في بارد. خطر ما كاين لا بصله لا ثوم نحطهم على النار. البنات الفلفل كي تشويوه الطماطم زيدوا شويو معاهم 2 ريصان ثوم. نولي للكسره تاعنا حراير. الكسره واش فيها الماء وفيها الربح وفيها الربح. قالتها شو انا قلت لكم الربح، ان شاء الله نربحوا جميع. وفيها السميد العادي تاع الكسره وتاع المطلوع اللي نطيبوه. هنا نبل العجين تاعي مليح. الكسره العجين تاعكم الكسره ما ديروهاش جاريه بزاف وما ديروهاش يابسه. هنا عينكم هي ميزانكم، تبداو تحطوا في الماء بالشوي وتخلطوا العجين تاعكم مليح. بعدها تعجنوه، ما فيها لا زيت لا والو، نعجنوها عادي، نبلوها مليح وندلكوها، نعجنوها ونديروها مقرص. انا حسب العيله تاعكم، الله يطرح البركه في بيوتكم ويهنيكم ويطيب عشرتكم ان شاء الله. ندير هنا 2 قرص ولا 3 قرص، نطيبها على الطاجين عادي. عندكم طاجين تاع الطين طيبوها في طاجين تاع الطين، عندكم طاجين تاع الحديد كيما هذا طيبوها كيما هذا، ولا طيبوها في طاجين عادي اللي نطيبوا فيه المحاجم. هنا حراير بكري يقرصوا بيدهم. انا عندي مويمتي الغاليه، ربي ان شاء الله يشفيها ويشفي كل امهات ما تحبش الحلاله، تقرص بيدها وتحل ودير لك هذيك الكسره مديره كي الدور وتسخف. ما تشتيش الحلاله، تقول لك المراه الخاليه هي اللي تحلل بالحلاله، نقولها ما احنا الله غالب. هنا البنات انا نطيبها الكسره تاعي. هنا كي تعودوا طيبوا قلبوا فيها ودوروها مليح باش تطيب لكم من كل جويه. هنا هذيك الصوص اللي درتها راهي تغلي، دوك نطفيها ونخليها. كي نبغى ندير زفيطي لازم نديرها وهي سخونه. هنا نطيب الكسره، هاي اللون تاعها كيفاش يجي الكسره وهي سخونه يا حراير. فتفتوها وحطوها من هيك. هنا اختي الغاليه راهي تفتت فيها، ان شاء الله الله يزين سعدها وسعودكم والسعود كل وليه ان شاء الله، ويهنيها ويطيب عشرتها ويخليها مرفوعه كلمتها وهيبتها وين ما راحت. هاي الكسره البنات ما ديروهاش خشينه بزاف وما ديروهاش رقيقه، قطعوها شويه. هنا بعد ما طاب لي كلش نولي للمهرس. البنات انا المهرس تاعي شريته جديد، دهنته بالشحمه عنده مده شهر، دوكا شللته اول مره راني راح نخدم فيه معاكم. نحط الثوم ونحط الفلفل هذاك اليابس ونحط الطماطم اللي شويتها وقرون فلفل اخضر ونبدا نهرس فيه. هنا البنات ردوا بالكم، تقدروا ديروا شكاره كيما درت انا باش ما تضرش لكمش هذيك الماء الاخر راهو حار. نهرسو مليح، من بعدها نزيد الكسره كي نلوح المغرفه نلقاها تهرست، دوك نزيد لها الكسره ونزيد لها الدبشه ونزيد لها البنات هذيك الصوص اللي درناها. الصوص لازم تكون سخونه، هو الزفيطي راه صراحه الحق تاع ربي بنين يهبل بصح البنات فيه خدمه. شمري على درعيك ويلا هي الحرة. هنا نبدا نهرس وندير في هذيك المرقه بالشوي ونهرس. انا هنا راني اللي نهرس ونمدو نعطيه لوليداتي ياكلوه، نزيد نعاود نهرس. درت حوالي 3 قرص ولا برك صغيرين، وانتم حسب العيله تاعكم. هنا بعد ما نكمل نهرس الكسره تاعي مليح كيما راكم تشوفوا، نزيد لها الدبشه ديروا كونتيتي كبيره. هنا المهراس الاول كلاوه، دوكا نزيد المهراس الثاني. هنا البنات اذا كان جاكم ناقص تقدروا تزيدوا الفلفل الاحمر الحار، تقدروا تزيدوا الهريسه. اللي يحب الحار بزاف يقدر يزيد الهريسه. اشويوا الفلفل وشويوا الثوم وكلوا بالصحه ولهنا. طبق تقليدي جزائري 100% للشتاء. الله يهنينا ويهنيكم ويجبر بخاطرنا بخاطركم.